يقول أخويا عنده قط، ويقول يجوز يسوي له عملية حتى بعد ما يطلب الزواج. والله مشكلة، وشر البلية ما يضحك. يصير؟ لا ما يصير، لازم تاخذ الإذن من عنده. إذا قال لك أنا وافقت هذا القط، راح تقول لي شيخنا جاي مثلا تستهزئ. يا أخي مشكلة، والله العظيم مشكلة. شنو هذا الكلام؟ من انطاك الحق؟ ماكو أحقية بهذا المجال، أنه أنت هذا تقطع نسله بعد ما يصير عنده نسل. هذا الحق عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا عندنا أصلا أكو مشكلة، بعض الفقهاء يقول أكو مشكلة في شراء هذا القط، قط هذا الزينة أو غيره. بعض الفقهاء يقولون أصلا أكو إشكال في شراءه، يعني لا يجوز بيعه وشراءه واقتناءه. بعض الفقهاء، أنا دا أقول حتى لا تلزموها علينا لزمة، زين. فإنه بتجي تسوي له عملية وتقطع نسله، ما لك حق، يعني ما لك حق. واضح؟ هسه ممكن تدخل في حرمة من جانب آخر، أنا ما أدري. واضح؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة الخادم الشيخ جواد الطائي لنستمر في خدمتكم إن شاء الله.